قلت لي من قبل بانني ارفض انه كلاعب سابق ارفض انه السنغال تتنازل لنا على النقاط لانها ما تحتاج المباراه. قلت لي انا كلاعب سابق هذه ما نقبلهاش. هذا من جهه. من جهه ثانيه التغييرات اللي راح تحدث بدخول مصباح الجهه اليسرى، غلام سوف لن يشارك حسب اخر الاخبار، دخول هدني كاساسي، دخول براهيمي في وسط الميدان كمحرك للفريق، وربما دخول بونجاح. هل هذه التغييرات ممكن انها تاتي بالجديد رغم انه وسط الدفاع يبقى مشكل؟ هل سيشرك المدرب مكان بسبعيني؟ هل سيشرك بن يحيى؟ هل سيشرك بالقروي؟ ام يشرك كدمر؟ والله العظيم ولا خلاص نغلقوا البوتيكا ونهبطوا ريدو ونيليميني؟ لا ما نقولكش نغلقوا البوتيكا في الفوتبول كما قال مصطفى. كل شيء ممكن، ولكن بارفوا لا لوجيك اوسي تتبق. السنغال سي اون ايكيب اللي انا بور موا تنجم تروح للدومي فينال. علاش كي تشوفها تلعب ام كاليفي هما خلاص. نو بس دومي فينال ماشي كاليفي. الدومي فينال كاليفي بروجين، ولكن يلعبوا للشرف. انا نقول لك السنغال يلعبوا للشرف. دونك في الفوتبول كل شيء ممكن كما قال مصطفى. ماذا بينا حتى يقول لك الجزائر ربحت، ولكن ان شاء الله نتمناو الجزائر تربح، بصح من بعد اسكو نكونوا صريحين مع روحنا. اسكو بالفريق هذايا نجموا نقابلوا هذوك البرو كاليبر؟ انا نقول صعيبه شويه، ولكن احنا دوكا ما نتكلموش يتكاليفيو ما تكاليفيوش. نهار الاثنين هما لابالا. لا التغييرات اللي كاينه ممكن تغييرات تجيب الجديد؟ ولا تنجم تجيب الجديد، لان هني كان بون جوار. مصباح اغوش il a de l'expérience, il joue en première division en Italie, malgré le club il est dernier, mais quand même il a une expérience. واسمه عبيد راح يدخل عبيد مكان بن طالب، مش مكان قديو، راح يلعب بن طالب في مكانهم في زوج ومليح. في زوج كانوا ما كان والو. هي شوف نزيد نضيف شويه واش قال علينا، متفق معك 100%. انا لما تكونوا تتكلموا راهو دخل هذا اللاعب، هو دخل هذا اللاعب، انا كلي راح يغير مصير المنتخب الوطني الجزائري واسلوب. يا رضوان انت تكلمت على مصباح عنده سنه ونص ما لعبش مع الفريق الوطني، حتى مع الفريق الوطني فريقه في الكروتون هذاك ماهوش ما يلعبش كل المباريات، يعني نقص لا كومبيتيسيون مع هذا اللاعب. ما تنساش رانا نلعبوا في افريقيا، زيد هذا العبيد نفس الشيء. انا نقول لك المشكل ماهوش الفرديات، انا كما دائما نقول مع محمد وعلي في الفريق الدولي، نقول حاليا رانا نلعبوا بالذكاء الفردي ماهوش بالذكاء الجماعي. احنا في افريقيا نطلب الذكاء الجماعي، لان اللاعبين هما اللي يلعبوا اللعب، هما اللي يديروا اللعب في كاس افريقيا ويبان بمستوى كبير، ماهوش اللاعب اللي يدير الفريق كله. لما الفريق تاعك يظهر بمستوى كبير، نتكلم على محرز، نتكلم على ابراهيمي، نتكلم على غلام، ولكن الفريق كله ما راهوش يعطي، لان التحضير لم يكن مناسب الى كاس افريقيا. هذه هي الحقيقه اللي نتكلموا عليها، وما نتكلمش على الفرديات، لان لا غالب الفرديات ما نجموش في اللياقه البدنيه ما ينجمش يعطي كل شيء في هذا الكاس. عندك تفاؤل نوعا ما بأن المباراة القادمة المنتخب زيمبابوي اللي شفناه خارج الإطار أمام السنغال، هل ممكن يدير المفاجأة ويقدر يفوز أمام تونس، ورغم أن الفوز تاعو لازم ما يكونش أكثر من هدف مقابل صفر؟ نقول لك أنا ما عنديش يعني أمل في هذه المباراة. لماذا؟ لأن احنا قيمنا المنتخب الزيمبابوي بارابور انا بريستاسيون تاع ليكيب ناسيونال، وهذا هو الغلط تاعنا. احنا ضعاف. يعطيك الصحة. فوالا احنا كي شفنا المنتخب الزيمبابوي مع الفريق السنغالي، شفت المباراة كانوا يروحوا بواحد 6 ولا 7. كسان مو كانوا يروحوا بواحد 6 ولا 7. أنا شفت باللي فريق كيفاش يقولوا شغل عادي جدا. احنا اللي بانت لنا كي لعب معنا بانت لنا باللي فريق كبير، كان ربحنا دون اورا تروازيام بيت وكذا وكذا. احنا اللي باتنا احنا اللي كنا ضعاف. احنا اللي كنا ضعاف. لهذه الاسباب انا حاب نقول لك باللي تي بونس كو لي تونيزيان بعد الماتش اللي داروه والديربي مغربي اللي لعبوا معنا وربحونا، راهم في فورما بسيكولوجيكيه فوق اللازم. يسون غالفانيزي بور الي جوسكو فو. يقول لك انا عندي لهم اون شونس لو زيمبابوي نجوز كارت فينال. يعني حتى التعادل يكفيهم. التعادل ما كيكفيهم. هذه من جهه اخرى كاين واحد ديكلاراسيون حاب نعطيها لك بالك الناس ما يعرفوا. Président de la République du Sénégal, il y a 2 ou 3 jours de ça, dans un canard local, je veux le match de l'Algérie. Le président de la République.
دار une déclaration les joueurs sénégalais. Non mais ils vont pas s'utiliser pour un match. جوستومون هاد لا ديكلاراسيون عندهم 6 نقاط كارثي. جوستومون هاد لا ديكلاراسيون اللي قعدت يعني علامه استفهام. لماذا رئيس جمهوريه السنغال يدخل ويقول الطاقم الفني لازم ليه مباراه الجزائر؟ يعني مانيش عارف الخلفيه نقطه استفهام كبيره صح. نعم. من جهه اخرى اسمح لي برك انايا اليوم مانيش عارف لا راكم مقلقين ولا لا مصطفى وعلي. انا كي نحسب اليوم الفريق الوطني غلام بولحي بن صبايني ابراهيمي سليماني براتيكمون كاع بليسي 5 جوار بليسي. سي با نورمال. كي سباس يعطيك الصحه. تكلمنا عليها في الحصه اول امس. يا اون كاسكاد دو بليسيور كيلكو با. ماني نشوف في لا كوب دافريك يا با اوتون دو بليسيور. سي بوركينا فاسو تبليسي 2 جوار. نعم 2 جوار غراف بوركينا فاسو. بون اسمح لي كونت يساجي دي بليسيور نقولوا طاك دونجورو وكذا مي رانا نشوفوا شغل في لا رونكورت حنا نشوفوا طاك. وهذا رشيد وهذا يرجع لكلامي لما نقول لك الفريق لم يحضر بطريقه ذكيه هذه البطوله للاسف. علي هادو اللي بليسي هادو ماشي وقتهم اللي نهضروا عليهم في التقييم من بعد. سي ابري لا كوب دافريك نهضروا عليهم باسكو اون بليسير تجي كي تلعب ماتش وتاخذ ضربه طاعك كدا تجيك بليسير. سي دي جوار كي سو سون بيان بريباري في لي كلوب ديالهم. باسكو هنايا الناس ماهمش يجيو يبريباريو في الجيريا مي يجيو لو مانتيان. هي لوجيكمون سي لو مانتيان فيزيك. لا فورم. لو مانتيان دو لا فورم سي لو مانتيان فيزيك اي سور لو بلون تاكتيك اي مونتال. هذا ما كانوا واش يديروا يتلاقاو 3 ايام 4 ايام ويروحوا. واش غايدير 3 ايام؟ راح يطلعهم الجبل بوزكزار واش سي لو مانتيان. دونك هادو مدربين اللي راهم سور الاخر كدا. دونك هاد لي بليسيد الناس يتكلموا عليهم من بعد. ولكن رضوان انا واش متحير انايا. انا متحير كالي لافينير دو فوتبول الجيريان. كنا في السنغال تديتنا الموضوع هذا معليش تفضل. يعني المخ الهضره هذا هو المخ الهضره. كان اللي انت قبل بوزيت اون كاسيون كدا تكلمت على هذه هل اللي نديروا ديساسيز ولا ريفورم هل كدا. انا بكل صراحه والله ما نامن بهذا الشيء. والله غير ما نامن بهذا الشيء. افيك اون ديسيزيون بوليتيك عليه نورمال. اراده سياسيه من الدوله الجزائريه ربما. انا وليت ما نامنش بهذا الشيء. علاش؟ دوك نقول لك علاش ما نامنش بهذا الشيء. كاين اون ناسيون اللي يسقيولها الجيري بلاد اسمها الجزائر. عندها لاعبين عندها شامبيونا عندها فوتبول تاعها اللي معروف من وقت لايلان في الطورا وكذا. وهما يخرجوا لي جوار دو كاليتي. وعندها كانا لاعبين اللي كانوا توجور يلعبوا في اوروبا مام في وقت الاستعمار. دو كاليتي كان هكذا. صح. جا الاستقلال قعد الفوتبول هكذاك اللي هنايا يطلعوا في النيفو واللي راهم يلعبوا لهيه. كاين حبيبات في المستوى والاخرين يجوزوا انابيرسي يلعبوا لتحت واحد ما يشوف فيهم على راسهم مصطفى دحلوب وروح لي جوار دو كاليتي. كاين سارتان جاو ان بور ان اكيليبر بور دوت ريزون مي ما لازمش يجيو لو جور وين نبداو نجيبو الصح قلب الحبه. تخير غير لا كاليتي كاتا بريمي شوا دوزيام شوا تروزيام شوا وتجي هكذا. اليوم نلحقوا نوليو نقولوا ما عندناش اللاعبين هنايا ما عندناش كومسيك ما نجموش ما يزيدوش دراري احنا ولا يزيدوا عندنا غير الانات يقولوا ولا ما يشاء البنات ما كاش لي فوتبول يخرجوا يعني شوفوا الدراري صغير يخرجوا. علاش نهار لو جور علاش لو جور وين نوليو نشوفوا الحبات تاعنا ونفهموا علاش ما مشي يطلعوا. هذه وحده. وثانيا علاش بقى راح لي الامل انا ما تنجمش تخرج لاعبين منا. الناس اللي راهم يقولوا وي ما عندناش لي جوار منا انا نقول لهم عندنا لي جوار. هادو لم يلعبوا سينيور بوتاتر هادو ما كاش لان راهم دخلوا في واحد مع ربي ستار حاشا ماشي كاع. مي انت كي تشوف لي ماتش تريكي اللي وريناهم في الهداف لي زار لاربيتراج لي ديكلاراسيون او طروس تاع بريزيدون ياكوزي يقول بلي ماتش تريكي ماتش واحد كورومبي اللي موصره كاع واحد ما دخل حتى قانون ما تطبق عليهم. ولهذا يخليني ما نامنش. ما نهار يطبق القانون ثم تعاود تولي. نبقاو تكلمنا على السلبيات كثيره وراح نتكلم على المنظومه الرياضيه. لماذا بقينا دائما في الحضيض؟ لماذا نشوفوا اليوم منتخبنا
يعود إلى مستوى ضعيف وضعيف جدا، رغم أن الجيل تاعكم والجيل حتى اللي كان من بعد كان من أحسن الأجيال في 2014 فقط.